جيت اعمل الفيديو ده جبت قانون المزايدات والمناقصات الجزء بتاع العطاءات فصصته كلمه كلمه عشان اقدر اوصل معلومه موثقه واكيده. وخليك فاكر دايما يا اداره ان احنا هدفنا كشركه مقاولات ان العطا يرسي علينا عشان ناخده العمليه. وهنا يا اداره هحكي لك ايه اللي حصل بالظبط داخل جلسه فتح المظاريف الفنيه. بس الاول خليني اقول لك حاجه، وهي انه طبقا لقانون المزايدات والمناقصات 182 لسنه 2018 ماده رقم 28 اللي بتنص على انه لازم يتشكل لجنتين طالما قيمه العمليه اكتر من 300,000 جنيه. واللجنتين دول هم هي لجنه فض المظاريف او ما بتسمى لجنه الفتح الفني او المالي، ودي وظيفتها اثبات حاله العطاءات ولا يحق لها البت في المناقصه. واللجنه الثانيه هي لجنه البت المناقصه، ودي وظيفتها تقييم العطاءات فنيا ثم ماليا. واللجنه دي يا اداره بتكون مكونه من عناصر فنيه وماليه وقانونيه، زي مثلا مدير اداره التعاقدات ورئيس اللجنه وممثل وزاره الماليه، ده لو كانت قيمه العمليه اكبر من 1,000,000 جنيه. اما لو العمليه زادت عن 2 مليون جنيه فلابد انه يشترك في اللجنه عضو اداره الفتوى المختصه بمجلس الدوله طبقا لقانون المزايدات والمناقصات 182 لسنه 2018 ولائحته التنفيذيه. هندسه الكلام ده كله كلام قانوني، احنا مش قاعدين هنا قعده محاماه. خش في الموضوع على طول الله يخليك. يلا بينا. رحنا الجلسه وبدات الجلسه رحنا حسب الميعاد وبدات الجلسه ولقينا ان مدير اداره التعاقدات حضر صندوق كده اسمه صندوق العطاءات اللي مقفول بقفل، هو اللي معاه مفتاحه، وسلم الصندوق ده لرئيس لجنه العطاءات. اول حاجه عملها رئيس اللجنه انه طلع المظاريف واثبت حالتها في محضر اسمه محضر فض المظاريف. بعد كده عد العطاءات واثبت عددها في المحضر، كانوا 10 مقاولين. بعدها رقم العطاءات عن طريق كسر بسطه رقم ومقامه هو عدد العطاءات. يعني مثلا احنا قلنا ان هم 10 مقاولين، راح كتب 1 على 10، 2 على 10، 3 على 10 لحد 10 على 10، واتاكد من ان كل عطاء بيحتوي على مظروفين، مظروف فني ومظروف مالي. بعد كده اعاد المظاريف الماليه لمدير اداره التعاقدات اللي حطها في صندوق العطاءات بعد ما مضاها من كل فرد باللجنه. يعني من الاخر رئيس اللجنه جاله الصندوق، اتاكد ان كل مقاول ليه مظروف فني ومظروف مالي ورقم العطاءات ورجع المظاريف الماليه وساب معاه المظاريف الفنيه. رئيس اللجنه فتح المظاريف الفنيه بالتتابع ورقم الاوراق داخل كل مظروف فني. يعني لو المظروف الفني كان 30 ورقه فبيرقم ال 30 ورقه 1 على 30، 2 على 30 بالظبط كده لحد 30 على 30. بعد كده كل فرد من افراد اللجنه بيوقع على كل ورقه من اوراق المظاريف الفنيه، لازم يوقعوا. وبيتم تسليم خطابات الضمان والتامين المؤقت للعضو المالي الموجود باللجنه. وخد بالك ان بيتم توقيع كل فرد من افراد اللجنه برضه على محضر فض المظاريف الفنيه. بعد ما اللجنه خلصت بنعيد المظاريف الفنيه لمدير اداره التعاقدات، وبكده بتكون لجنه فتح المظاريف الفنيه خلصت شغلها، وبتتشكل لجنه البت الفني واللي بتكون دورها كالاتي: بتدرس العطاءات لتحديد المقبول فنيا واستبعاد العطاءات غير مستوفيه الشروط، وكمان بتاكد على شروط الكفاءه للعطاء، وده طبعا طبقا لكراسه الشروط والمواصفات الفنيه. طب هندسه اللجنه بتقيم العطاء المقبول على اساس ايه؟ اللجنه بتقيم العطاء المقبول على اسس معينه، زي مثلا المواصفات الفنيه ومعايير الاداء، مده الخبره في المجال المطلوب تنفيذه، الكوادر الفنيه الموجوده بالشركه، المشروعات اللي الشركه نفذتها بنجاح، عدد العمليات المشترك فيها صاحب العطاء، وسابقه الاعمال للشركه او المقاول. كل دي اسس على اساسها اللجنه بتقيم فنيا. بعد كده اللجنه الفنيه بتخبر مدير اداره التعاقدات بالنتائج، وساعتها مدير اداره التعاقدات بيعرض النتائج على لوحه اعلانات، وبيخطر المقاولين بالقبول او الاستبعاد. ازاي؟ يا اما بخطاب بريد او عن طريق البريد الالكتروني الايميل او عن طريق الفاكس. طيب افرض مقاول معترض، بيبقى فيه 7 ايام للشكاوي عشان المقاولين اللي اترفضوا فنيا لو حد عايز يشتكي. بعدها مدير اداره التعاقدات بيخطر المقاولين اللي اتقبلوا فنيا بميعاد جلسه فض المظاريف الفنيه. مبروك يا مقاول كذا، مبروك يا مقاول كذا، مبروك يا مقاول كذا، انتوا اتقبلتوا فنيا، فانا بقول لك ميعاد جلسه فض المظاريف الماليه ميعادها امتى. طب الحمد لله احنا كنا من ضمن الناس اللي اتقبلوا فنيا. بيتحدد ميعاد لجنه الفتح المالي، وبنلاقي نفس اللجنه اللي كانت موجوده في فتح المظاريف الفنيه، واللي احنا عارفين ان هي وظيفتها هي اثبات حاله العطاءات فقط، ولا يحق لها البت في المناقصه. مش هي اللي بتحدد مين المقاول الفائز. بتبدا الجلسه وبنلاقي ان مدير اداره التعاقدات حضر صندوق العطاءات برضه، وراح جاي مسلم الصندوق لرئيس اللجنه، اللي بدوره اول حاجه عملها انه طلع المظاريف الماليه واثبت حالتها في محضر اسمه محضر فض المظاريف الماليه. بعد كده عد المظاريف الماليه واثبت عددها في المحضر، كانوا 6 مقاولين. بعد كده رقم العطاءات عن طريق كسر بسط رقم ومقام وعدد العطاءات، يعني كتب 1 على 6، 2 على 6، مظبوط لحد 6 على 6.
فتح المظاريف الماليه بالتتابع ورقم الاوراق داخل كل مظروف مالي. يعني لو المظروف المالي 20 ورقه بيرقم ال 20 ورقه. ازاي؟ 1 على 20، 2 على 20 وهكذا، مظبوط، لحد 20 على 20. بعد كده كل فرد من افراد اللجنه بيوقع على كل ورقه من اوراق المظاريف الماليه، لازم يوقع. وبيتم توقيع كل فرد من افراد اللجنه برضو على محضر جلسه فض المظاريف الماليه. بعد ما اللجنه خلصت بنعيد المظاريف الماليه لمدير اداره التعاقدات، وبكده تكون لجنه فتح المظاريف الماليه خلصت شغلها وبتتشكل لجنه البت المالي. وهنا بقى دخلنا في الجد، لان احنا دلوقتي هنشوفوا مين المقاول اللي اتقبل ورسى عليه العطا. ولجنه البت المالي بتكون دورها هي المفاضله بين العروض واختيار العطاء الاقل سعرا. وفي المشاريع الكبيره غالبا اللجنه بتقيم بطريقه اسمها طريقه النقاط او طريقه الاوزان النسبيه، ودي هنشرحها الفيديو الجاي عشان ما اطولش الفيديو عليك. اذا يا اداره لجنه البت بتختار المقاول الاكثر شروطا والاقل سعرا، وهو ده اللي بيرسي عليه العطا. يا رب يرسي علينا العطاء. اللجنه بتخبر مدير اداره التعاقدات بالعطاء الفائز، وساعتها مدير اداره التعاقدات بيعرض العطاء الفائز على لوحه اعلانات، وبيبقى فيه 7 ايام للشكاوي عشان المقاولين اللي اترفضوا يقدروا يشتكوا براحتهم ويعترضوا. بعد ال7 ايام بيتم ارسال خطاب ترسيه للمقاول واخباره بميعاد توقيع العقد. مبروك، انت المقاول رسى عليك العطا، ببعت لك خطاب ترسيه وبحدد معاك ميعاد لتوقيع العقد. كده يا صديقي احنا عرفنا ايه اللي بيحصل بالظبط داخل جلسه فض المظاريف، ودي مهمه جدا جدا يا صديقي انك تكون عارف التفاصيل الصغيره، لان هي بتفرق جدا جدا في تميزك. واشترك في القناه. سلام يا اداره.